الغفران، حتى هي يعني على مسامعنا كده جميلة. الغفران، الإنسان يغفر لغيره. لما الإنسان يغفر لغيره هيحس بفرح، هيحس إن ربنا برضو غفر لي ذنبي وخطيتي وفرحني. أنا كمان أنا كمان إنسان وهو إنسان. أنا ببص لنفسي ليه؟ هبص عليه هو كمان إنسان، وأكيد تحت الضعف زيي. فأغفر له، أغفر له زلاته، أغفر له ضعفاته، أغفر له كل حاجة يعني صعبة بيعملها وأنا شايفها إنها لا، غير محتملة. لا، أنا كمان بعمل حاجات غير محتملة. الغفران يعني المسيح على الصليب غفر للص اليمين، قال له هتكون يعني معايا في الفردوس، مغفورة لك خطاياك، انت الليلاتي هتكون معايا. نقول عليه سارق الملكوت. المسيح غفر له في لحظة. يعني الغفران قريب قوي مش بعيد، يعني محدش يستصعبه ويقول ده انا محتاج مراحل كتيرة قوي. ما انت بتبدأ بتبدأ انك انت تطلب من ربنا وتقول له يا رب اديني الغفران، زي ما انت غفرت للص اليمين، زي ما غفرت للخطية، زي ما غفرت لبطرس، زي ما غفرت لناس كتير قوي تعبوك يا رب. وانت حتى يا رب وهم بيجلدوك وهم بيصلبوك وهم قلت يا رب اغفر ليهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. كتير فينا بيعمل حاجات مش عارف هو بيعملها ليه، بيعملها عن ضعف، عن جهل. فلما احنا نغفر لهم حتى هم يرجعوا لنفسهم، اكيد هيرجعوا لنفسهم. يعني ما استناش ان هو يقعد يندم ويقعد يتألم ويقعد فترة كبيرة بعيد، ما يمكن وهو بعيد كده يتوه، ممكن يتوه. نغفر له علشان ما يتوهش. يعني كفاية التوهة اللي هو وقعته مثلا قبل كده وخلته يبقى ضعيف قدامنا وشايفينه ضعيف، فمش عارفين نغفر له. لكن احنا لو غفرنا له بالعكس، اكننا بناخده من الارض كده، بنشيله، بنمد ايدينا ليه، بنقومه ونسنده ونبقى معاه، وهو يحس بده فيتخزي. ففي نفس الوقت يبدأ يقدم توبة وتوبة حقيقية. يعني احنا لما نغفر هنساعد الانسان ده انه يتوب، هنساعده ان هو يبدأ من جديد، يبدأ حياة جديدة، يبدأ على نقاء، على صفاء. يعني خلينا كلنا كده نساعد بعض، نغفر لبعض، ما نمسكش البعض على الوحدة وعلى الكلمة وعلى الموقف. ما نقعدش نحسب كام موقف وكام كلمة وكام. لا 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 لا، ده أنا استحملت كتير وأقعد أقول بقى وأعدد. أنا استحملت كتير وشفت كتير وسمعت كتير الكلام ده كله ملوش أي لازمة خالص. اغفر، اغفر وابدأ من جديد. انت هتحس براحة نفسية حلوة قوي، ومش هتقعد طول الوقت جواك غليان من المواقف اللي حصلت قبل كده. وفي نفس الوقت بتساعد بني آدم انه يبدأ من جديد، بتديله فرصة من أول وجديد انه يبدأ من تاني. دي حاجة انت كأنك بتشترك مع ربنا، بتقول له يا رب انا باخد منك وبحاول اقلدك، انت قدوتي، انت يا رب يعني اللي بتعلمني. انت يا رب غفرت لي وغفرت لغيري، انت علمتنا ازاي نغفر وازاي نسامح وازاي نحب وازاي نكون قريبين من الناس اللي متعبة دي. لكن اكيد هم هيتغيروا لما يلاقوا محبة ومحبة خالصة. غير يعني مش محتاجة منهم حاجة، احنا مش محتاجين منهم حاجة. اللي بنغفر لهم دول مش عشان احنا محتاجين منهم حاجة، بالعكس. احنا احنا بنغفر عشان هو ربنا علمنا كده وهو غفر لنا، فاحنا بنغفر لغيرنا. تعالوا نعمل كده، تعالوا نعمل كده وما نأجلش.
ودلوقتي حالا كل واحد يشوف مين اللي مضايقه ومين اللي مزعله ومين اللي شايل منه ومين اللي مخصمه ومين اللي مش قادر حتى سامحوني يبص في وشه. ساعات بنقول كده. لا، انا دلوقتي هقوم وهوشم الصليب واقول له يا رب ساعدني واديني قوه، وهبادر وهصلي وهتصل وهغفر وهبدأ من جديد واديله فرصة جديدة واخليه هو كمان يعيش حياة حلوة، ويبدأ من أول وجديد. تعالوا كلنا نسامح ونغفر ونصفح ويبقى قلبنا نقي وقلبنا منور زي إلهنا الصالح. كبسولة ليه.